بسرق جوالك. والله عشان اسرق مزه. انت بتتكلم جد؟ بنك. شهادة الجامعة. أنا اليوم بنتقم للناس وبسألك سؤال وإذا جاوبت بجيب لك جائزة قدام متابعينك كامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقة جديدة ويوم جديد. حلقة اليوم مميزة ومناسبة لكل شخص عنده ضمير حي ومتحرك. اشتراك، لايك، وانشروا الحلقة في كل مكان وحطوا لنا تعليق. الناس اللي بيخرجوا من الحلقة سوي لايك وبعدين اخرج. تعال يا عماد، ما في داعي لكثرة الكلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايش اسمك؟ جلال. ليش؟ أهلا من الله. وانت؟ عبد المجيد. يا سلام. جلال وعبد المجيد. طبعا السرقة حرام ولا حلال؟ حرام. حرام. تأكد؟ أيوة. تأكد؟ متأكد. طيب لو كانت السرقة حلال، تخيل حلال، ايش بتسرق؟ يعني لو السرقة حلال هكذا انسلاق منه. ايش؟ بنك. بنك. وايش؟ أيوة بنك. بنك يعني مليان ما دام جبتها كبيرة. أيوة صرافة. خدك على بنك رجعت لصرافة. بنك صرافة والفقه فتح الدولة ولا حاجة. ايوه حلوة. وسلامتك. يعني سرق سلامتي. ده نصاب محترف، ده اتسجن قبل كده 3 مرات، انا مسجنه بنفسي. ايش بتسرق غير الفلوس؟ الله وإذا بطشتم فابطشوا جبارين. يعني ايش؟ يعني أصي على مطبعة بي اس أغلب المفتوح. الله. جهدي. انت بيجح قوي، سرقته ازاي؟ وتطبع وتوزع. عيشوا. ايش حبيبي ربنا يسعدكم. شكرا. الله يجزاك احسن حبيبي. شكرا الله يسعدكم حبيبي. اسمك؟ محمود شرف الدين. محمود شرف الدين. طبعا السرقة حرام وحرمها الشرع الإسلامي، صح؟ صح. يا سلام. بس من باب المزح نقول احنا لو كانت السرقة حلال، ايش الحاجة اللي هتسرقها؟ مثلا ذهب. اللي قدامك ده يا باشا كان طيار. طيار؟ ايوه. تصير تتزوج. رادو. حبيبي ربنا يسعدك. شكرا حبيبي. السرقة حلال ولا حرام؟ حرام. حرام بدون كلام. ما فيها كلام. طيب لو كانت السرقة حلال، أنت إيش أول حاجة بتسرقها؟ بسرق. سؤال صعب والله. جبتها والله. ها. أول حاجة بسرق. أول شيء في راسك كذا أجي إنك تسرقه لو كانت سرقة حلال. شهادة الجامعة. تحب أسوي لك شهادة ماجستير، دكتوراه، وبأي بلد بالعالم، أنت بس أؤمر. ليش؟ بنتخرج قبلي. يا ايش تتخارج هذا بسرعة، معشش 4 سنوات. نعم. ربنا يوفقك. آمين يا حبيبي. طبعا يا سيد حسن انت جيت بالوقت المناسب. معي ثنتين. يا سلام. هات. اول حبه عاد اسرق بنت بالحلال. تسرق بنت بالحلال، لا مهر لا حق العمة ولا خالة ولا. يمين يعني؟ دي خطيبتي، حياة أبوك دي أنقى وأطهر حاجة في حياتي. انكو؟ أنا لما بكلمها بقلع الجزمة وأنا بكلمها من الطهارة اللي هي فيها. طوالي راسا. يلا الحاجة الثانية. السرقه الثانيه عاد اسرقها كان. يلا. كلام قوي والله، بس أنا أنصحك. منص. أنا والله العظيم إن أنا شازد أخسرك وأودف بك لكن اشترق لك حلال بالعافية يا حبيبي. زفر وعمار عزكي. شكرا حبيب قلبي. بسرق أنت. بسرق جوالك. يلا الله معك حبيبي. يلا على خير حبيبي. صراحه سؤال صعب. فكر يعني تخيل كل شيء أمامك حلال. قدر السرقه كيف يكون حلال؟ مثلا من الجانب الترفيهي والكوميدي السرقة حلال. والله عشان اسرق مزه. انت بتتكلم جد؟ يدك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمه؟ صدام القديمي. أحلى صدام في العالم. أنت أحلى واحد. ايش اسمي أنا؟ عشان انت مش داري. خلاص كيف تقول لي احلى واحد ومش داري؟ ما ادري كذا اشوفك في الفيسبوك مش في التلفزيون. في الفيسبوك يعني. حبيب قلبي يا صدام، السؤال بكل سهولة يا صدام. تفضل.
لو كانت السرقة حلال ايش بتسرق؟ اول حاجه مستحيل انك تتخيلها اني تكون حلال. مثلا ايش بسرق؟ يعني بعيد عن البرستيج مثلا السرقة حلال يعني ايوه بكل عفوية. والله في حاجات كثير تنسرق، مثل فلوس. كفايه هو من سايب خلاص. ما فيش حاجه غير الفلوس. غير لا حاجة في راسك كيف بتوصلها؟ ما فيش حاجه غير الفلوس. لو كانت السرقة حلال، طبعا السرقة حرام وبدون أي نعم لا تجوز، لا يجوز. سلام عليك. بس لو كانت مثلا حلال أنت إيش بتسرق؟ شوف بدنا نرفع حاجب يعني في راسك شيء. يعني مثل ايش يعني مش عرفني أنا إيش اللي بنفسك. نفس سيارة يعني. واحد مصاحب علي علوكة واشرف كوخة عايزين نطلع الطيار. سيارة أيوة إيش؟ لا تحاول سيارة. هو إيش؟ تلفون. مع تلفون. التلفون يعني ما شاء الله آيفون 12 أو ذا إيش؟ والله هذا يعني عاد جاء قريب ان شاء الله. هدية يعني جاء هدية قريب. خلاص يا هدية مش سرقة ها؟ ايوه بعد ما في احسن هذا الحاجات. ما تخش في احسن السرقة والله هذه. ربنا يسعدك والله إنك من أحلى الناس اللي يوقفوا معي. ربنا راسي يسعدك فوق راسي يا عم. حبيبي شكرا. العفو. يعني طبعا انت من خلال برامجك تسال الناس جماعه. انا اليوم بنتقم للناس وبسالك سؤال واذا جاوبت بجيب لك جائزه قدام متابعينك كامل. قدام الناس كلهم بتجيب لي جائزة. كلكم شاهدين، الشباب شاهدين. لو جاوبت جائزة اتقاسم انا وانتم بعدين. يا سلام شوف متابعيني يقول لك مش شوكولاتة. طبعا انا اليوم هذه حلقي مزكم. انا اذا ما جبتنيش على طول جيب لي علاج حق الكحة. اوكي يا سلام يلا. والسؤال بسأل الأستاذ حسن. طبعا ذكر الأنبياء طبعا كثير جدا في القرآن. ذكرت كم عدد الأنبياء الذي ذكروا في القرآن؟ لا من دون ما حد يغش لك. لا هو دائما لحظة أنا اشتي أنتقم من المشاهدين والمتابعين حق الأستاذ حسن. دائما يجيب لهم أسئلة ويحيرهم وما يجيب جوائز. أنا الآن بجيب له جائزة. سؤالي زي ما ذكرت كم عدد الأنبياء الذي ذكروا في القرآن الكريم؟ تفضل. كم عدد الأنبياء اللي ايش اللي اثنين مالك صلي على النبي. شوف أنا أكون كذاب لو قلت لك إني بجيب لك الإجابة. أوبا لحظة طيب شوف أنا دائما لحظة عادة لما أسأل ناس أني أحاول يعني مش أقرب لهم. يمكن أنا أطرحك. طيب صلي على النبي. ممكن أنا متذكر الرقم بس ممكن تعطيني مثلا ثلاث اختيارات. أنا أجيب 3 إجابات يعني لو غلطت الأولى الثانية بس كل ما جبت لك حل تنقص المبلغ هو الآن 40,000. كل ما جبتها كذا ينقص عليك 10,000. يا سلام. يلا أوكي خلاص لا تمسك المايك. اختار برو. طيب الإجابة الأولى 24. غلط يا رب. هو يغلط مرة ثانية. شوف أنا بكلم. لا ما غلط. أنا قصدت 10,000. ليش 5,000؟ 25. صح. تعال شوف كم جائزتي. بونس من ضمن اللي أحسن. ولا أعرف ناس أنا. شوف أنت معك ناس هناك. تعالوا ادخلوا الكاميرا. ادخلوا رويكم معي ناس. لذلك بحضور الناس كم جائزتي؟ 40 نقصت 10. طيب كم تخفضوا لي لو سمحتوا؟ أنا أضيفكم. على عدد الأنبياء 25. خلاص 25,000 جائزتي. أوصيك 5,000 مسامح فيها. أوصيك ب20,000 تتصدق بها المساكين. وأنا وعد أمام الله ثم الكل إنه 20,000 صدقة يعني بنيتك أنت يا حسن. وإن ربي يفرج همك ويسعدك مثل ما تسعد متابعين. أعطيني حضن بسرعة. ربنا يسعدك حبيبي محسن. ربنا يسعدك حبيبي. وصلنا إلى نهاية وختام حلقة اليوم. في الختام اشتراك، لايك، انشروا الحلقة في كل مكان. أشوف طولنا على 1,000,000 كثير. لازم نوصل في أقرب وقت بإذن الله. في أمان الله.